السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، تبقت 3 أيام على أبرز حدث كروي في القارة السمراء، وهو كأس إفريقيا بالكوت ديفوار الذي سينطلق السبت 13 يناير إلى 11 فبراير بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، وكل مجموعة تضم 4 منتخبات. وفي هذا الفيديو سنتوقع الفرق المتأهلة من دور المجموعات. المجموعة الأولى التي تضم البلد المنظم كوت ديفوار إلى جانب نيجيريا، غينيا الاستوائية وغينيا بيساو، وأتوقع أن المنتخب كوت ديفوار سيأتي أولا إلى جانب نيجيريا ثانيا. المجموعة الثانية التي تضم مصر، غانا، الموزمبيق والرأس الأخضر، أتوقع أن المنتخب المصري سيحتل صدارة المجموعة والمنتخب الغاني ثانيا. المجموعة الثالثة التي تضم السنغال، الكاميرون وغينيا وغامبيا، أتوقع أن المنتخب السنغال سيأتي على صدارة المجموعة والمنتخب الكاميروني سيأتي ثانيا. المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر، بوركينا فاسو، أنغولا وموريتانيا، أتوقع أن المنتخب الجزائري سيأتي على صدارة المجموعة والمنتخب البوركينا فاسو سيأتي ثانيا. المجموعة الخامسة التي تضم تونس، جنوب إفريقيا، مالي وناميبيا، أتوقع أن المنتخب المالي سيأتي على صدارة المجموعة والمنتخب التونسي سيأتي ثانيا. المجموعة السادسة والأخيرة التي تضم المنتخب المغربي إلى جانب تنزانيا وجمهورية الكونغو وزامبيا، أتوقع أن المنتخب المغربي سيأتي على صدارة المجموعة والمنتخب الزامبي ثانيا. وأذكر لكم الفرق التي تأهلت من هذا الدور. في المجموعة الأولى نيجيريا، الساحل العاج. المجموعة الثانية مصر، غانا. المجموعة الثالثة السنغال، كاميرون. المجموعة الرابعة الجزائر، بوركينا فاسو. المجموعة الخامسة مالي، تونس. المجموعة السادسة المغرب وزامبيا. كان هذا كله ما يخص حلقة اليوم. إذا أعجبكم محتوى القناة المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. سلام الله عليكم.